كلمة جرام دي عشان اللي اكتشف البكتيريا كان دكتور دنماركي اسمه هانز كريستيان جرام. جاب شوية بكتيريا كده وحطهم على طبق وجاب صبغة سماها جرام ستين أو صبغة الجرام. زي أي عالم كان بيكتشف أي حاجة قبل كده كان بيسميها على اسمه. نقط بالصبغة على الطبق وحطه تحت الميكروسكوب. البكتيريا اللي اتصبغت باللون الأزرق دي كانت الجرام بوزيتيف، والبكتيريا اللي اتصبغت باللون الأحمر دي كانت الجرام نيجاتيف. وكعادة اللون الأحمر لما بيبقى موجود على حاجة فتحس إن الحاجة دي خطيرة كده أو شريرة يعني. فلقينا إن الفرق بين البكتيريا البوزيتيف والنيجاتيف إن البكتيريا النيجاتيف شريرة شوية. باختصار لأن جدار البكتيريا الجرام نيجاتيف فيه طبقة اسمها اللايبوبوليساكرايد، دي اللي بيبقى فيها السم اللي بتعمل بيه الضرر في جسم. طبقة السم دي مش موجودة في الجرام بوزيتيف، فبنعتبر الجرام بوزيتيف دي بكتيريا غلبانة شوية. البكتيريا الغلبانة دي هي اللي بتلاقيها في أغلب حالات التهاب الحلق والخراج. ممكن تبقى نوعين من البكتيريا، لا إما ستريبتوكوكاي لا إما ستافيلوكوكاي. انا اسود على الكلام. لو بتسأل على تفاصيل الحاجات دي عندك جوجل هناك. جرايه كلاوي، احنا عمرنا سالنا الاسئله دي، استغفر الله العظيم. الستريبت بتسبب لك اشهر التهاب جالي وجالك وجيل الدنيا كلها